مين هما بقى قوم عاد؟ قوم عاد هي قبيلة عربية قديمة جدا جدا من العرب البائدة. لو انت بتتراجع معانا الفيديوهات، الناس اللي معانا هنا بيتابعوها، هنلاقي ان احنا اتكلمنا عن العرب العاربة والمستعربة والعرب البائدة، اشرنا اليهم من اولهم قوم عاد. قوم عاد دول، خدي بالك، دول الامم اللي جم بعد طوفان سيدنا نوح. يعني العلماء بيبتدوا يأرخوا بعد طوفان سيدنا نوح عليه السلام مين هم بقى الاقوام اللي اتوا واللغة اللي كانوا بيتكلموها والاثار اللي كانت موجودة. وهنا علم الآثار وعلم اللغة العام بيلعب دور كبير جدا جدا في نقل العلم إلينا. فرحم الله من نقل إلينا العلم. دول القبيلة كانت ساكنة في منطقة اسمها حضرموت. عارفة فين حضرموت؟ حضرموت دي في اليمن. المنطقة اللي كانوا قاعدين فيها اسمها الأحقاف، ولذلك في سورة كاملة في القرآن اسمها سورة الأحقاف. حافظة سورة الأحقاف؟ مش حافظاها في الشوكولاته الشهر ده. المهم، سورة سورة الأحقاف دي سورة كاملة في سورة في القرآن، في الجزء الخامس من تحت للناس اللي بتحفظ من تحت، وال25 من فوق وانت نازل من فوق. طيب ربنا بيقول: وإلى عاد أخاهم هودا. وفي سورة الأحقاف يقول: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. الأحقاف دي المنطقة اللي كانوا موجودين فيها. طيب هم قوم عاد كانت ايه خصائصهم؟ كانوا قوم، يعني كانوا قوم عمالقة، قوم جبارين، قوم يعني سبحان الله، الله عز وجل أعطاهم القوة والمنعة، لدرجة إن ربنا قال عنهم في سورة الشعراء: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. أتبنون بكل ريع. الريع هو المكان المرتفع العالي. بعد ما تسمع الفيديو ده روح اقرأ كده صفاتهم في سورة الشعراء هتتعجب. المكان المرتفع العالي. فربنا بيقول آية. يا سبحان الله، ربنا نفسه سبحان الله بيقول ان الحاجات اللي كانوا بيعملوها كانت آية من آيات الله. أتبنون بكل ريع آية. يطلع على، طب ايه هي الريع؟ قلنا المكان العالي، وده كان في الجبال. ولذلك ربنا قال عنهم في سورة الحجر، وقال عنهم في سور أخرى: كانوا ينحتون من الجبال بيوتا. واحد شغلته النحت، بينحت الجبال، بيكسر الجبال، يطلع لك قصر وأمم في الجبل. طب النتيجة كانت ايه؟ ربنا بيقول: آية تعبثون. يعني انتوا مش بتبنوها علشان خاطر تسكنوا، علشان خاطر يعني تنعموا، لا، ده انتوا بتعملوها تعبثون، بتلعبوا، بتتفخروا بالقوة اللي ربنا اداها لكم. ولذلك كان من اول التفاخر لما قالوا: من اشد منا قوة. هو حد بيعمل اللي احنا كنا بنعمله؟ طيب هي ايه اللغة اللي كان قوم عاد كانوا بيتكلموها؟ العلماء التاريخ هنا اللغويين قالوا كانوا بيتكلموا لغة سامية جنوبية قريبة من الحميرية. طب كانوا بيتحدثوا اللغة العربية الفصحى؟ لا. يقولون كانوا يتحدثوا لغة قريبة من اللغة العربية الفصحى، وسيدنا هود كان بيتكلمها. أي لغة؟ اللي هي اللغة الحميرية، اللي هي القريبة من اللغة العربية. طب احنا نشوفها نعرفها، ما نعرفش عنها حاجة. قلت لك ده من التاريخ المفقود اللي ما نعرفش عنه حاجة سوى الآثار والنقوش اللي كانت موجودة. عشان كده ربنا قال في سورة إبراهيم، كنت لسه بتقرأ سورة إبراهيم صح؟ طيب فاكر الآية بتقول إيه؟ وما أرسلنا من رسول إلا. بلسان القوم. خلاص نرجع الشوكولاتة زي بعض، يلا تستاهل التضحية. إلا بلسان قومه ليبين لهم. فربنا لما كان بيبعت الرسل والأنبياء بيبعتها لهم بلسان الرسول بتاعهم. ليه؟ عشان ما يجيش يوم من الأيام يقولوا إيه: لا إحنا ما كناش فاهمين، فيجعلوا الحجة على الله عز وجل. ولذلك ربنا بيقول في النساء: كي لا يكون على الله حجة بعد الرسل. لا، ربنا بيبعت لك الرسول والنبي بلسان قومه عشان يبين للقوم تبعهم اللغة اللي كانوا بيتكلموها. طيب